السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقاء كي دايرين؟ لاباس كلشي بخير؟ قبل ما نبداو ما نساوش الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم غادي نحكي لكم واحد القصة اللي فيها عبرة، اللي كاملين خصنا ناخدو منها العبرة. قبل ما نبداو زيدوا الصوت، ديروا لي كيت وعيشوا معايا القصة. هادو واحد جوج ديال الأصدقاء بحال الخوت ما كيتفارقوش، من نهار كيعقلوا على روسهم وهما بجوج. اي نشاط كيبغيو يديروه كيديروه بجوج، حتى القرايه اللي كانوا كيقراوها شافوا روسهم ما غادي يديروا فيها والو، خرجوا باش يخدموا على بدراعهم. صحاب ديك المنطقه كاملين عارفينهم راه ما كيتفارقوش، راهم دايرين بحال الحلاقه، ما كتفرق ما كيفرقهم غير الليل فاش كيبغيو ينعسوا. هاد جوج اصدقاء تعلموا كيحفروا البير اللي كيبغي يحفر شي بير كيعيط ليهم. المهم هاد الاصدقاء جمعوا شي شويه ديال الفلوس. ديك الوقيته اصلا كان الماء موجود والناس كتحفر البيار والامور غاديه مزيان. جمعوا الفلوس، اتفقوا باش يشريو شي بقعه في المدينه ويبنيوها، يديروا فيها لتحت الكراجات وجوج ديور الفوق، يتزوجوا ويسكنوا فيهم. وداكشي اللي كان، واحد سكن الفوق وواحد سكن تحتو، واحد الكراج دايرين فيه الماتيريال ديالهم، واحد الكراج كارينو كيستافدوا منه بجوج. هذاك اللي ساكن الفوق عنده واحد المرأة شاطة ماطة منغصة عليه العيشة. المهم ديما المشاكل هو وياها ما نفهمينش، وعنده معاه جوج ولاد. وهذاك اللي لتحت ديما بخير وعلى خير، الضحك ديالو ديما مسموع، الامور غاديه معاه مزيان واخا ما عندوش الولاد، ولكن عنده واحد مرتو زوينه لا شكلا ولا كلشي. المهم مرتو مزيانه، واخا كانوا في نفس الدار ما كانوش كانوا شويه متحفظين، ما كيجلسوش مع عيالاتهم. وهادي واحد النهار هما كيخدموا، هذاك اللي ساكن الفوق سبق للدار، دخل لقى مرت صاحبو جالسه مع مرتو، جلس معاهم. السيد فاش شافها تزعط فيها. السيدة تبارك الله زوينة وكتعرف تهدر وإنسانة متخلقة وجميلة. المهم السيد تزعط فيها صافي، وبدا كيدير المقارنات بينها وبين مرتو ما رضاتو في حياته، ما كتعرفش تهدر. المهم ماشي هي هذيك. ديما فاش كيبغي ينعس ولا شي حاجه كيبقى كيتفكرها، سيطرات ليه على الدماغ ديالو على العقل ديالو، وبدا كيفكر غر الشيطان، وبدا كيفكر منين يدوز ليها. والو هذيك السيده ما كتعطيش الوقت، عيا يفكر كيفاش يدير، لعب ليه الشيطان في دماغه والنفس الاماره بالسوء، وفكر انه غادي يقتل صاحبه. وكما كتعرفوا البير فاش كيكون كيتحفر كل ما زاد العمق ديالو كل ما كيقل الاكسجين. وفاش كيخدموا لتحت كيديروا النوبه، مره كيخدم الاخر فاش كيعيا يطلع يولي يهود الاخر وهي غاديه. وفاش كيكونوا لتحت كيديروا واحد الاله ديال الاكسجين، واحد القرعه ديال الاكسجين باش تعطيهم الاكسجين باش يخدم بنادم مرتاح. طاحت له واحد الفكره جهنميه، قال انا فاش نكون لتحت غادي
نطلق الاكسجين يخرج من القرعه، يبقى غير شي شويه، ان فوا يهبط هو في بلاصتي غادي يتخنق تما ويموت، وما غادي يعاق بيا حتى شي واحد. وداك الشيء اللي كان. واحد النهار هما كيخدموا، قال له فلان النوبه ديالك هبط، انا راني عييت نطلع نرتاح شويه. طلع الفوق، هبط صاحبو كيحفر واحد شويه هو يتخنق، ما بقاش كيتنفس مزيان. قال له فلان، قال له طلعني راه كنتخنق، هادشي راه ما خدامش راه ما. المهم السيد لاح الكورده وخلاه ومشى. واحد الساعه المكانه ورجع. كيغوت ليه فلان، ما كيجاوبوش. صافي تما بدا كيغوت، جمع عباد الله جاو، عيطوا الجندارم، عيطوا الوقايه، عيطوا لكلشي، جبدوه لقاوه ميت. صافي داو داروا ليه التشريح في التقرير الطبي، اختناق. هادشي هو اللي كاين، يعني راه اختناق هو اللي قتلو. المهم داروا الكنازة ديالو، المسائل ديالو، دفنوه. دازت الايام، كيولي يهود عند هذيك خيتي، وهذيك خيتي اللي كان مجوج بها مسكينه يتيمه، راه ما عندها لا موها لا بوها، يتيمه كان مجوج بها، وبقات ساكنه تما نيت. وداز شويه الوقت كيبدا يهبط لعندها، انا راه حسبيني بحال خوك، انا اللي بغيتيها مرحبا، اللي بغيتيها انا كاين، عيطي عليا نعطيك اللي بغيتي. المهم والو، هذيك السيده ما عطاتوش الوقت نهائيا. بدا كيفكر كيفاش يدير. واحد النهار هو يقول لمرتو راه بغيت نتزوج فلانته. شنو بان ليك؟ مرتو اصلا قابله عليه على قبل الدراري كاع، ما محامله معاه. قالت ليه دير اللي بغيتي، ما عنديش انا مشكل. المهم طرح الفكره على بس تقريبا واحد 8 شهور ولا 9 شهور بعد طرح عليها الفكره. قال لها فلان اش بان لك نتزوج؟ قالت له الناس الا كنتي ناوي المعقول ومرتك بغات مرحبا، تزوج بها بالفعل. بقى مره هنا ومره كيطلع الفوق، مره في الدار لتحت، مره الفوق. سيري ايام واجي ايام. واحد النهار هو يجي عندها خو الراجل الاول اللي توفى، كيجي كيغوت على قبل شي ورث، كيجي حي عليها. المهم قالتها الراجل، قالت لي راه فلان راه خو المرحوم، راه كيجي على قبل شي ورث. قال لها دابا الله يجازيه بخير، قالت لي هضر معاه. قال لها صافي دابا نهضر معاه. هضر معاه، هذاك باسل ما كيحشمش، ما خدام ما ردام، خاصو الفلوس، ديما كيجي يصد عليها راسها. كاع عاود قالتها ليه، قال له والله يا ولدي وما يعطيك اتساع تنقتلو كيما قتلت خوه. السيده سمعات هذيك الهضره وهي تصدم، قالت لي كيفاش قتلتي خوه؟ قال لي اييه قتلته، وهذا الشيء كامل درتو على قبلك حيت انا كنبغيك. صافي السيده سكتات، ما بغاش تبين ليه بان راه تخلعات وخافت على راسها. قالت لي دير داكشي اللي بان ليك. قال ليها السيمانه الجايه عندي واحد البير، قال لها نهار فلاني راه غندير ليه النيت كيما درت فلان، وعاود ليها كيفاش دار راجلها اللي مات. وهذيك السيده كدير محو الاميه في واحد المسجد تما قريب ليهم. بقات عايشه، دوزات ديك اليوميه 3 ايام مريضه، كتفكر كيفاش، وخايفه اللي يمشي يقتلها. هذا اللي قتل راجلها راه وباغي يقتل خو، راه ممكن يقتلها حتى هي. المهم قالتها لهذيك الاستاذه اللي كتقريهم تما كدير لهم محو الاميه، قالت ليها شنو كاين شنو كاين. قالت ليها ما تسكتيش على هادشي، ما تخافي من والو، يلا معايا على الجندارم هما راه يعرفوا اش غيديروا. مشاو عند الجندارم، حكات ليهم شنو كاين، كيجبدوا الدوسي، تبعوا الملف، جبدوا الدوسي ديال داك اللي توفى راجلها، لقاو التقرير الطبي بانه باختناق، وبداو كيفكروا. قالوا الا جبنا هذا لهنايا وقلنا ليه واجهنا بهذا الشيء غادي ينكر، يعني ما كاينش شي دليل قاطع ولا شي دليل ادانه ديالو. بداو كيفكروا كيفاش يديروا ليه شي قالب. عيطوا لهذاك
خو المرحوم اللي خدام معاه قالوا لي راه نهار فلاني راه غيدير لك فلان، راه ناوي يقتلك، ها كيفاش غيدير لك، ها كيفاش غيدير لك، حنا راه غنكونوا حاضينو حتى نشدوه ونجيبوا لك انت الاكسجين ونشدوه. هذاك الشيء اللي كاين. جا النهار اللي يحفروا فيه داك البير وهما كيحفروا قال له فلان هبط النوبه ديالك دابا، وخسر هذيك ديك ديال الاكسجين وطلع. هبط الاخر كيحفر قال له راني كنتخنق وعتقني راني كنتخنق. قال له كيفاش كتخنق؟ قال له انا راه خليتها خدامه. قال له اعتقني الله. بدا كيغوت الاخر، لاح ليه كيما دار نفس الخطه اللي دار الاول، لاح ليه هذاك الاخر داك الحبل وزاد. مشى واحد الساعه ونص، وفي هذيك الوقيته الجندارم راهم مراقبينه من بعيد، جاو لاحوا لهذاك الاكسجين باش ما يموتش. دازت واحد الساعه ونص ويرجع وبدا كيغوت. عباد الله تقول روح ما كذا. تجمعوا الناس، جاو تما جندارم، جاو الوقايه، جبدوه. السيد طلع شاد القرعه الاكسجين وهو هذاك حي. بقى كيشوف فيهم صدوم، ايوا هما يشدوه اعتقلوه. قالوا له زيد معنا التحقيق، انت اللي درتي فلان كذا. في الاول نكر، ولكن تحت الضغط اعترف ليهم بانه هو اللي قتله. ايوا تم التقديم ديالو للمحكمه، حكموا عليه بالمؤبد. ومن خلال هذه القصه استفدنا ان الثقه ما خاصهاش تكون، وخصوصا الثقه العمياء. نثقوا في الناس اللي كيبغيونا وكيبادلونا نفس الشعور، ولكن ديك الثقه العمياء كونك على يقين هي اللي كتدمر مولاها.